ابراهيم زايد، وكذلك طارق محمود كليرمون فوت اندرلخت البلجيكي كذلك، بالاضافه البحث عن التوزيع، توزيع من هناك، ترويض ولا اروع، لف ويدور بالكره. اتحاد شمال افريقيا، هذه هي الدورة التي يتخذها المنتخبات وكرة مدار سنين. لاعب انبي يسدد توزيعه، ما زال في هذه الدورة، دورة اتحاد شمال افريقيا. ما زال محمد رشدي السيد في تنفيذ الكرة، صوبر رؤوس، الدفاع ينقذ الموقف في التنفيذ، صوبر رؤوس والحارس في المكان المناسب. وكذلك العديد من الحراس المرمى، القائمة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في هذه أكثر عزيمة. دخول في منطقة العمليات، يا سلام على هذه المراوغة، دفاع مصر، مخالفة حارس. مشاهدينا الكرام، تسليم هدف في منتهى الروعة لصالح المنتخب المصري، يباغت به الحارس المندق طه في الدقيقة العاشرة من زمن المرحلة الأولى. صراحة التسديد من بعيد، أحد الحلول التي يعطي الكرة هذا اللاعب المهاري، بسم الله ما شاء الله. الكرة لصالح المنتخب المغربي، التوزيع المغربي، هل سيفعلها توزيعة؟ والدفاع ينقذ الموقف بكل قوة وبكل إغربي. كرة لصالح المنتخب المغربي، ولكن إلى الركنية، ركنية لصالح المنتخب المعاكس عزوز اللاعب رقم 15، ولكن سوء تفاهم بينه وبين زميله اللاعب رقم مصري، فيه انفراد. المنتخب المصري يضيف هدف ثاني في يعني عكس مجريات اللعب. المنتخب المصري يبغي. حلوت المباراة في هذه الأثناء، اشتعلت المباراة، ارتفع نسق هذه. مدردون يراوغ لكن لم ينجح. هي صعبة لصالح المنتخب المغربي، مرفوعة كثير ولكن لم في العمق لصالح المنتخب المصري. هذا اللاعب سريع 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 المرحلة الأولى، سوء تمرير، سوء يتولى العارضة الفنية للمنتخب المغربي، لاعب رقم 20 من منتخبات الجزائر، مصر، تونس، المغرب وكذلك ليبيا. والكرة لصالح محمد في تنفيذ المخالفة مجددا، عنده يعني قائم المندق، وعلى رأسهم المدرب الفرنسي ميكائيل لوبايف في حراسة. صنعتهم الكرة المصرية، التسديد، هجمة خاطفة للمنتخب المصري، محمد وعفوا الغزيز اللاعب المنتخب المصري، لكن توجد والضغط على حامل الكرة، ما زال الخطر، ولكن في هذه الأثناء دخول في منطقة العمليات، تسديد والدفاع بالمرصاد. نشاهد الإعادة مجددا، كاد أن يقتل المباراة المنتخب المصري. نشاهد الإعادة وإياكم بالتصوير البطيء، مشكورا الفرقة التقنية التي تسعى على نقل كل تفاصيل هذه المباراة. عملية تمرير، الحكم يعلن عن وضع ركنية لصالح المنتخب على مرتين، تسديد والدفاع في المكان المناسب. عبد الرحمن عقيد، كرة دائما المصرية هنا، هذا اللاعب الفذ، ولكن الدفاع مراوغة رائعة، ولكن الدفاع حاضر، دفاع المنتخب المصري حاضر. محمد شريف، ولكن سهلة بين أحضان المصري هدفا ثانيا عن طريق اللاعب رقم 9 حمزة محمد عبد الكريم لاعب الأهلي المصري. كرة في وسط الميدان لصالح، هجمة سريعة، ولكن الدفاع يعود ويفوت على وضعية تسلل، توزيع والحارس بالمرصاد ينقض على هذه الكرة. لاعب اللي دخل منذ لحظات، كرة في العمق، ولكن وضعية تسلل، وضعية تسلل. هناك في لقطة أخرى، يا سلام على هذه التسديدة، محمد ردون مرة توزيعه واصحاب القامات الطويلة، ولكن مطالبة وضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح في مواجهة تمام، تضيع الكرة وتألق حارس الأهلي المصري. مساحات في دفاعات المنتخب المغربي في هذه الأثناء. إذن دورة شمال أفريقيا، محمد ردون، دفاع في المكان المناسب، ينقض على ليس في المستوى من جانب المنتخب المغربي، وهو المطالب بإيجاد الحلول، هجوم خاطف ولكن الدفاع في المكان المناسب، تسديد
هجمة أخرى الجمالي لاعب سانتيتيان، ليس هناك مجال للتسديد. لحظات توزيع الركنية، الإعادة لأكثر من مرة بالتصوير البطيء. نشاهد وإياكم هذه اليسارية، ركنية باغت بها مرمى وعرين الحارس، ولو أن الوقت أوشك على النهاية. المصري جمالي والهدف وتقليص الفارق، والحكم في هذه الأثناء يعلن عن 3 دقائق وقت بدل ضائع، 3 دقائق، والمنتخب المغربي متخلف في النتيجة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. مشاهدينا مباراة، مشاهدينا الكرام، نشاهد الإعادة بالتصوير البطيء لركلة الجزاء التي انبر لها بنجاح الجمالي لاعب سانتيتيان الفرنسي مسجلا هدفا